ليه الله يجي في صورة إنسان؟ وليه يعلن عن نفسه بالطريقة دي بالذات؟ والحقيقة السؤال ده مش جديد. السيد المسيح لما اتولد من 2000 سنة ما كانش كل الناس قابلة ولا فاهمة إن ده الله اللي ظاهر في صورة إنسان. والكتاب المقدس بيقول إنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. ولكن خلينا نفكر في السؤال ده بطريقة تانية. إيه اللي ممكن يمنع الله إن هو يأتي في صورة إنسان؟ وليه إحنا محتقرين الإنسان لدرجة إن إحنا بنقول إن الله ما يصحش يجي في صورة إنسان؟ الله كلي القدرة وهو قادر على كل شيء، ولو عايز يأتي في صورة إنسان ده معناه إنه شايف إن الإنسان مكرم، وبما إنه كلي القدرة وقادر على كل شيء وحر فهو يقدر يعلن عن نفسه بالطريقة اللي هو عاوزها. وليه إحنا بنقول إنه الله وظهوره بالطريقة دي في صورة إنسان كده بيعلن عن حبه لينا؟ لكن السؤال الأهم هو ليه عمل كده؟ والإجابة هو علشان عايز يورينا محبته، عايز يوصل محبته لينا. والحقيقة إنه أظن إن أنت هتتفق معايا إنه الشكل الأقصى للمحبة مش إني أبعت لك حد من طرفي، ولكن إن أنا أجيلك بنفسي. وخلونا هنا نرجع للقصة من الأول شوية. الله لما خلق الإنسان خلقه في أحسن صورة وفي أحسن شكل، واداله إرادة حرة إنه يختار إنه يعيش معاه أو لأ. وده برضو من محبته الشديدة واحترامه للإنسان وحريته. ولكن زي ما كلنا عارفين إنه الإنسان قرر إنه يعيش مستقل، وهو ده اللي بتوضحه القصة اللي كلنا عارفينها، قصة آدم والأكل من الشجرة. والحقيقة القصة دي مش قضية إنه واحد أكل من شجرة وبس، لكن القصة دي بتعبر عن الإنسان واختياره إنه يستقل عن الله. فالله يوصيني إني ما أكلش، وبالرغم من كده لأ، أنا شايف إني أروح وأكل. فالقصة دي بتعبر عن اختيار الإنسان الحر إنه يعيش بعيد عن الله، مستقل عن الله. لكنه كان فعل خطير حط الإنسان والبشرية كلها بعديه في موقف عدائي مع الله، في عداوة مع الله. لكن هل ده معناه إن الله هيغير طبيعته؟ هيكون محب أقل؟ أو هيبطل يحب الإنسان؟ مش ده اللي حصل، ومش بنشوف إن هو ده كان اختيار الله من جهتنا، لكن بنشوف محبة الله ثابتة وقوية. بنشوف الله بيعمل خطة عظيمة علشان يفدي بيها الإنسان ويرجع تاني يكون في علاقة معاه. وطبعا لأنه طبيعة الله قدوس والإنسان مذنب، فالإنسان لا يمكن إن هو من نفسه يقدر إنه يقرب من الله. الله من محبته عايز يفدي الإنسان وعايز ينقذه من حكم الموت الحتمي اللي هو محكوم عليه بيه. وهنا الموت مش بمعنى الموت الجسدي وبس، لكن الموت الروحي بمعنى الانفصال عن الله إلى الأبد. ولأن القانون اللي حطه الله إن أجرة الخطية هي موت، ولأن الله عادل ولكن رحيم في نفس الوقت، وما ينفعش أبداً إنه يكون بيناقض نفسه. فهنا ظهرت المشكلة، إن الله لو طبق علينا العدل مش هيطبق الرحمة، ولو طبق الرحمة مش هيكون بيطبق العدل. ولكن ده اللي بنشوفه في الصليب. فالعدل بيقول الموت والرحمة بتقول الغفران. ولكن إزاي الله يحقق العدل والرحمة في نفس الوقت؟